اللي هيحصل الأيام الجاية هو أغرب حاجة ممكن تشوفها، لأننا قدام لغز كبير وكوبري غريب كان بيترسم بمنتهى الدقة. القصة بدأت لما وسام أبو علي كان بيحارب الأهلي عشان يمشي، وكان في نادي أمريكي بيسخن وكيله عشان يضغطوا على الإدارة، والهدف كان إن النادي الأمريكي يتأخر في تحويل الفلوس، فالأهلي يضطر يرفع اسم وسام من القائمة عشان يأيد لاعب مكانه قبل إغلاق القيد. وفي اللحظة دي يصبح وسام حر ويوقع لبيراميدز ببلاش. لكن إدارة الأهلي كانت صاحية ورفضت تبعت البطاقة الدولية، وكمان سجلت وسام في القائمة الجديدة للموسم الجديد، وده خلى الخطة تبوظ تماماً. وقتها النادي اللي كان بيقول سقف الرواتب ما يسمحش اضطر فجأة يدفع 12 مليون دولار. مش بس كده، الجديد إن وسام كان موجود في مصر قبل رمضان واشترى فيلا كبيرة تمهيداً لانتقاله لبيراميدز بدلاً من فاستون مايلي. برافو إدارة الأهلي اللي عرفت تبيع وسام بمبلغ خيالي بدل ما يمشي ببلاش. وفعلاً لما كنتوا انتوا رايحين كنا إحنا راجعين. تفتكروا كده وسام هيلعب لمين؟ وإيه القضية اللي عايزنا نتكلم عنها؟ صاحب أفضل تعليق هندخله معانا في الفيديو الجاي. اكتبوا لنا في الكومنتات. أنا سارة ياسر، ودي دقيقة رياضة.